يعني انت فعلا مش هتكتب الا لما تلاقي اخوك؟ بالظبط كده. ما انا بلغت البوليس وقالوا انهم ما عتروش عليه. يعني ايه هيكون راح فين بس يا اخويا حسن؟ خلاص اهدى بقى. مش قادر. بقول لك ايه، انا رومانسيه ورقيقه ودمعتي قريبه قوي. طب قول لي اساعدك تاني ازاي؟ يعني اي حد من قلاضيشك. ايه قلاضيشي دي؟ قصدي المسؤولين اصحابك. حاضر يا سي جلال، لما اشوف اخرتها معاك. اخرتها خير ان شاء الله اخويا. ايه ده؟ يا سبحان الله، مالك؟ ايش بيك؟ وانت مش شايف اللي انا شايفه؟ بشوفه كل يوم. نور القمر ده بتشوفه كل يوم؟ ايوه. ده مش نور وبس. ايه سعادتك شايف ايه تاني؟ ده طريق لفوق، خط نور لو مشيت فيه هتوصل للقمر نفسه. دلوقتي بقى اقدر اجاوبك على سؤالك. او النبي يا ريت جاوبني، ايه اللي تعرفه تاني عن وادي القمر وانا معرفوش؟ وادي القمر مسكون. مسكون؟ كيف يعني مسكون؟ سكناه ناس ما تعرفش تشوفهم وهم بس اللي يشوفوك. يعني ايه؟ يعني انت شفتهم؟ ايوه، وقاعدين معانا دلوقتي؟ هم مين؟ سكان وادي القمر. ممكن نعرف بقى سعادتك رايحه فين؟ انت عارف يا بابا انا رايحه فين؟ مش ساره قالت لك؟ ايوه قالت لي. يبقى ملوش لازمه بقى السؤال. مش تاخدي رايي؟ انا عارفه ومتاكده انك مش هتوافق. اوافق على ايه؟ اني اروح ادور على حسن. انت الظاهر عليك اتجننتي، ده بني ادم فقري وعلى وش جنان، ده ان ما كانش اتجنن فعلا. عاجبني يا بابا. طيب ابقي فكري بقى انك انت تخرجي من هنا يا فريده. هتعمل ايه يا بابا؟ مش هعمل فيكي حاجه. هتعمل فيه ايه؟ بكره تعرفي. طيب هو في حاجات هعرفها تاني غير اللي انا عرفته؟ كان لازم اتأكد انهم موافقين على وجودك في وادي القمر. مين دول اللي يوافقوا؟ هيئة سكان وادي القمر. هو انت برضو مصر ان في سكان لوادي القمر وانا مش شايفهم؟ لسه ما انش الاوان انك تشوفهم. عمو جبران، انا من اول ما شفتك كده بكمية الجيم اللي عندك كتير وانا عارف انك راجل طيب، تقوم فجأة كده تغير وجهة نظري فيك وتقول لي الوادي مسكون؟ لا وايه وسكانه يسمحوا وما يسمحوش؟ ما تاخذنيش يا عمو جبران، دي تخاريف. امال متعلم كيف يا ابن مصر؟ ما انا برضو لا مؤاخذة يعني ما اتعلمتش على ايد دجال ولا ايد اراجوز ولا حاوي، انا اتعلمت على ايد علماء بجد، فهموني ان كل حاجة في الدنيا واي حاجة ليها قانونها الخاص بيها، والقانون ده لازمه معطيات عشان تبقى فيه نتائج، واللي انت بتقوله ده ملوش اي قانون ولا ليه اي علاقة باللي انا درسته. طيب انا هقول لك اللي اتقال لي من سكان الوادي. وقالوا لك ايه سكان الوادي؟ رحبوا بيك وقالوا لي سيبه وروح الحال سبيلك، ما تخافش على حسن قلقاسة، ده واحد مننا. وقالوا لك قلقاسة؟ يعني ايه يا عم جبران؟ هتسيبني لوحدي وتمشي؟ انت مو لوحدك يا قلقاسة، اسيبك في امان. ايه ده؟ عم جبران، يا عم جبران، يا نهار اسود، يا نهار اسود، الراجل اختفى فجأة وكأن الارض انشقت وبلعته. يا عم جبران، يا عم جبران. قلقاسة، حسن يا قلقاسة. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين بينده عليا؟ مين؟ مالك يا قلقاسة؟ خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ النظرية العلمية ما بتقولش كده. امال بتقول ايه يا قلقاسة؟ انكوا لو زي ما قال لي يعني عم جبران. ايه بتدور على ايه في وادي القمر يا حسن يا قلقاسة؟ اتفضل كلم يا سي جلال. مين في ايه؟ مهرة بتسأل عليه. قول لها نايم. قلت لها، قالت لي صحيه، واديك اهو، يا ريت تقوم تقابلها بقى. ما انا ما لقيتش حاجه يا منيره، انا مش قلبت الاوضه بحالها قدامك، مفيش غير ان اديها شويه نظريات جيولوجيه وكلام فارغ في علم الفلك. انت هتسيبها لي بره ولا ايه؟ قوم اتصرف يا راجل. طيب خلاص، روحي انت، روحي، انا جاي اهو. بتقول ايه يا قلقاسه؟ انا بدور على اللي يثبت صحة نظريتي. وايه اللي هيثبت نظريتك يا قلقاسه؟ ايه الفوازير اللي انا واقع فيها دي؟ ان انا الاقي يعني اي حاجة تأكد ان الحفرة دي من اثر نيزك يعني، وان النيزك ده كان معاه حجارة من المريخ.
افرض انك اثبتت اللي في دماغك ده يا قلقاسة، هتفيدك بايه يا حسن؟ هو مش هيفيد في الواد يعني، بس ده هيغير الدنيا كلها لما نتأكد ان الطبيعة الصخرية لسطح المريخ فيها العناصر المكونة للماء، وده بقى هيبقى كشف عظيم. كشف؟ كشف يا قلقاسة، والكشف ده هيفيدك بايه؟ ازاي بقى؟ يبقى نبتدي نفكر ان نص البشرية تطلع فوق. فوق؟ فوق فين يا قلقاسة؟ في المريخ يا عمنا. ايه ده؟ انت رحت فين؟ يا اللي بتكلمني انت يا عم. سارة يا سارة. ايه يا فريدة مالك في ايه؟ حسن يا سارة، حسن ماله؟ لقوه رجع؟ هيرجع. طب ما لما هيرجع، اما يرجع بيكلميني. ما هو الرسالة اللي جات لي على الميل بتاعي بتقول انه لازم يرجع اول ما يعرفها. رسالة ايه يا فريدة بس؟ حسن قلقاسة ماله يا فريدة؟ قبلوا الابليكيشن بتاعه في وكالة ناسا، وده معناه ايه بقى؟ ان اللي انا توقعته كله طلع صح. جرى ايه يا عم جبران؟ انت فين يا عم؟ هو انت تختفي وبعدين بترجع كده من غير احم ولا دستور؟ جات لي اوامر انك لازم تخرج من وادي القمر. ومين اللي اداك الاوامر بان نخرج؟ هم نفسهم اللي ادوني اوامر بانك تدخل وادي القمر. وانا مش همشي من هنا، انا مش ماشي غير لما اوصل اللي انا عاوزه بدون اذنهم؟ يا عم جبران انت في ايه يا عم؟ مين دول؟ سكان الوادي. هم فين؟ ولا شفت حاجه. طب اقول لك انا عايز اتكلم معاهم يواجهوني. مش خايف؟ لا والله مش خايف، المواجهه بتخليني شجاع اكتر. خليهم يواجهوني. بالشكل ده يبقى مش مرغوب في وجودك. هيعملوا ايه يعني؟ هيأذوك يا ولدي. يا عم يأذوا مين؟ خليها على الله. اقول لك انا بقى مستني اذيته. لازم تعرف انك حاططني في موقف صعب جدا مع المنتج والموزع، وانا بصراحة مش هستنى اكتر من كده. والمطلوب مني ايه؟ تقف جنبي وتساعدني. انا عاوز اخرج من مرحلة الكليبات الشقية والكلام الفارغ اللي كنت بصوره ده. عاوز اثبت للناس اني مطربة بجد، بعرف اختار كلمات اغانية، بني ادمة يا اخي. مش لاقي حد غيري عشان تثبتي لنفسك ان انت بني ادمة. تقصد ايه؟ لا اقصد ما تخليكي في الكليبات اللي انت اتعرفت بيها. لا مش هيحصل حتى لو قعدت في البيت. ما هو في ناس كتير بيكتبوا كلام احلى من الكلام اللي انا يعني. ما عندهمش احساسك، شاعريتك، صدقك. طب شوفي بقى يا بنت الحلال ومن الاخر، اتفضل. الكلام اللي عاجب حضرتك ده مش كلامي انا. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه؟ يعني مش انا اللي كاتبه. امال مين اللي كاتبه؟ قولي، دلني عليه حالا. اخويا حسن قلقاسة. حضرتك عاوز مين؟ حامد الصراف من أكاديمية البحث العلمي. خير يا اخويا. بسأل عن المدعو حسن حسين قلقاسة. خير يا اخويا، عمل ايه؟ بكرة هتشوفي عمل ايه. انا مرات اخوه جلال قلقاسة. أنا ما بسألش عن جلال قلقاسة، أنا بسأل عن حسن قلقاسة. موجود ولا مش موجود؟ حاضر يا اخويا. يا جلال، يا جلال. ايه يا منيرة؟ ايه في ايه تاني؟ واحد عايز حسن اخوك. طيب ايه خير يا باشا؟ أنا بصراحة مش عارف خير ولا شر. هو فين؟ شكلك كده بيقول ان مفيش وراك اي خير. عدم المؤاخذة يعني دي الكلمة. هو معلش مش هنا. مش ده محل سكنه؟ هو بس اصل الشقة دي شقتي وانا اللي شاريها له. طب لما تبقى تشوفه بلغه انه يسلم نفسه في اقرب وقت لأكاديمية البحث العلمي. ليه؟ هو عمل ايه؟ اخويا عمل ايه؟ اخوك حسن قلقاسة عاوزينه. هما مين دول اللي عاوزينه؟ وكالة ناسا. ايه؟ رد بقى يا حسن. الو. مبروك يا انكل جلال. انت برضه هتقولي لي يا انكل؟ مبروك لحسن. ايه؟ عرفت هو فين؟ لا هو لسه ما رجعش. امال كنت بتقولي لي مبروك على ايه؟ وكالة ناسا رشحت حسن. ما هو ده اللي انا عاوز افهمه، رشحته لايه وفين؟ انا مليت له ابلكيشن في وكالة ناسا على الانترنت، وهم ردوا عليه النهارده وحددوا ميعاد يقابل مندوبهم في مصر. وتطلع ايه وكالة ناسا دي؟ مدرسة خاصة؟ انت غريب قوي يا حسن. ليش؟ تبقى قدامي فرصة اعيش في وادي القمر واسيبها؟
انت ناوي تقضيها هنا؟ طبعا، ده انا حتى اللغه اختلفت الفتره الاخيره. واقول لك على حاجه، انا هقدم طلب لاكاديميه البحث العلمي انهم يسرحوا لي بتلسكوب، وهعمل هنا مركز مراقبه لكوكب المريخ، وهحلل الطيف، ومنه هعرف مكونات الطيف، ومنه هعرف في ميه ولا لا. مش هتقدر تعيش هنا ولا هتستحمل يوم من ايام سكان الوادي. لو سكان الوادي اللي انت بتتكلم عنهم دول الحقيقه، يبقوا اكيد مش هيعترضوا على اللي انا بفكر فيه، بالعكس دول كمان ممكن يساعدوني. يعني ايه مش عايز ينزل؟ بس في قدامنا فرصة. ايه هي؟ هو قال لي انه هينزل مصر عشان يقدم لأكاديمية البحث العلمي فكرة مشروع انه يعمل تلسكوب في وادي القمر لمراقبة المريخ. انا ما يهمنيش اللي بيفكر فيه، انا كل اللي يهمني انه ما يعرفش سرنا.